بعد وصولنا للمباراة النهائية في مونديال قطر 2022 اللي رح تجمع مواجهة نارية بين منتخب راقصي التانجو المنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي بمواجهة منتخب الديوك الفرنسي بقيادة مبابي. ولأنه نحن بقناة المتنبي مهتمين بالتوقعات والتنبؤات، جبنا لكم توقع لأهم المنجمين. لما نحكي عن أهم المنجمين فأكيد عم نقصد تنبؤات مسلسل سيمسون، حيث هيدا المسلسل المسوني قدر انه يتوقع من سوف يفوز في كأس العالم قطر 2022. فتابع الحلقة الأخير حتى تعرف هوية البطل الفائز بالبطولة. وإذا بعدك محضرة جميع توقعات وتنبؤات المنجمين، خاصة تنبؤات مسلسل سيمسون، رح اترك لكم جميع التوقعات بصندوق الوصف. بتمنى عليكم تشاهدوها لأنه حلقات مثيرة للجدل. معكم سمر جوني من قناة المتنبي. ضوي زر اللايك واشترك بالقناة وخلينا نبلش الموضوع. Hello? Yes? ينتظر عشاق كرة القدم واحدة من أهم المباريات في عالم الساحرة المستديرة، حيث اللقاء سيجمع منتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني في الدور النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 الذي سوف تقام يوم الأحد الموافق ل 18 ديسمبر للعام الحالي. واللقاء سوف يكون تاريخي بين منتخبين عريقين يملكان كافة المقومات للتتويج باللقب. تواجه المنتخب الأرجنتيني والفرنسي في 12 مناسبة، حقق فيها المنتخب الأرجنتيني الفوز في 6 مواجهات مقابل انتصارين فقط للمنتخب الفرنسي، وخيم التعادل في 4 مواجهات. والتقى المنتخبين في 3 مناسبات في بطولة كأس العالم، انتصر فيها راقصي التانجو مرتين مقابل انتصار وحيد يتيم للديوك، وكان في مونديال روسيا في عام 2018. يعتبر طرفان نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 من أقوى وأعرق المنتخبات في تاريخ كرة القدم. خلينا نروح لتنبؤات مسلسل سيمسون حول هيدا الموضوع. في إحدى حلقات مسلسل سيمسون اللي اجت في العام 2016 ولم تتحقق إلى الآن، بتقول إنه ليونيل ميسي بيروح عند هومر سيمسون وبيقول له رح يقود المنتخب الأرجنتيني للفوز بهيدي البطولة. ومنشوف فعلا إنه الأرجنتين توصل للمباراة النهائية ليتوج الأفضل بالتاريخ ليونيل ميسي بالبطولة الأهم على صعيد كرة القدم، ويختم اللعبة ليكون أفضل لاعب بتاريخ كرة القدم. ونشوف استكمالا في حلقة أخرى إنه ميسي بكون في عنده اتصال مباشر مع هومر سيمسون حتى يبلغوا إنه هو الفائز بالكرة الذهبية بعد فوزه بكأس العالم. كلنا بنعرف إنه ميسي بعد ما تتوج بكوبا أمريكا مع المنتخب الأرجنتيني وبطولة كأس القارات ما بينقصوا إلا التتويج بكأس العالم لحتى يكون توج بكل البطولات الممكنة مع المنتخب الأرجنتيني. بالإضافة إنه ميسي معاه 7 كرات ذهبية، ومع فوزه بكأس العالم رح يكون المرشح الوحيد للفوز بالكرة الذهبية لتكون المرة الثامنة في تاريخه. اعطينا رأيك بخانة التعليقات. هل فعلا بتشوف انه مسلسل سيمسون سوف يصدق بتوقعاته؟ هل فعلا المنتخب الأرجنتيني سوف يفوز بكأس العالم؟ أو هناك رأي آخر لمنتخب الديوك؟ شاركنا برأيك بخانة التعليقات. وإذا بحب تحضر توقعات جميع المنجمين رح اترك لكم جميع التوقعات بصندوق الوصف. بتمنى عليكم تحضروها وتشتركوا بالقناة. هذا كان كل شيء، بشوفكم في الحلقة الجاية.